بسم الله الرحمن الرحيم. كام تريكايه كده تاخد بالك منهم وانت شغال في جبسن بورد. رقم واحد، الخامات. نجيب خامات كويسه جدا وما نستخسرش فيها، سواء كان اوميجا، زاويه، حتى الاكمون، حتى التيش. ما نسترخصش في حاجه، في اي حاجه من الخامات خالص. ده اول نقطه. تاني نقطه، ما نوفرش في الصنايع. يعني نجيب صنايعي شاطر يكون فاهم قواعد وعارف كويس جدا الاصول بتاعه الشغل، وده هنتكلم فيه دلوقتي. رقم ثلاثة، لازم اخد بالي كويس جدا من التقسيط. التقسيط، وليكن هنا انا معايا التقسيط هنا كل ستينات، كل 60 سم بعمل اوميجا. طيب هل الاوميجا اللي شايله؟ الاوميجا مش شايله، احنا هنا معانا في سي هي اللي شايله. وده الاصل في الموضوع، ان انا يكون معايا في البانو طالما 60 سم او اكبر يكون معايا هي اللي تشيل الشغل. طبعا ده ما بيتعملش في اغلب الشغل الشعبي، ده مش بيتعمل. فعشان كده بنقول نعمل شغل مظبوط مره واحده احسن ما اقعد اعيد وازيد في البند. ودايما المبدا بتاعنا ان الغالي رخيص في بعض الحاجات الاساسيه زي السباكه، زي الكهرباء، زي المحاره، زي الجبسن بورد، وكمان تاسيس الفريون. الحاجات دي ما ينفعش اوفر فيها نهائيا. فانا معايا بانو زي ده 60 سم، طبعا هو 70 ببيت النور، فلازم يكون في النص سي تكون شايلاه. خلاص، دي نقطه. النقطه اللي بعد كده التقفيل بتاع الشغل. انا معايا مثلا لوح زي ده متقفل كويس جدا على الحيطه، رغم ان الحيطه فيها شطر، ولكن اللوح متقفل كويس جدا جدا، مفيش فراغات، مفيش اي حاجه تخليني اقول ان انا ده هيفتح معايا بعد كده. وطبعا احنا في المعجون بنحط شاش، خلاص، وبنعالج كويس جدا. طيب فانا يهمني قوي نعيد سريعا. رقم واحد، خامات كويسه. رقم اتنين، صنايعي كويس وشاطر يكون فاهم اصول الشغل، يكون عارف ان البانو ده 60 فيما فوق نحط له سي في النص وتياش. مفيش حاجه اسمها يا جماعه شغل الخوابير وشغل ننساه تماما. الاكمون، ويكون اكمون مستورد مش مصري. تمام. فدي النقطه اللي بعد كده. بنتكلم طالما هو فاهم تقسيط كويس وفاهم شغله كويس، نتكلم بقى في وزنات. تعالى مثلا كده، انا معايا حاجه زي كده اهي، الوزنات بتاعتها مظبوطه، لو نقلتها في اي وقت خلاص انا معايا بستلم الصاج وزنات. تمام كده اهو، الصاج وزنات، ده اللي بيثبت فيه الجبس. خلاص، كله وزنات ماشي، وكله وزنه واحده، كله وزنه واحده. فالوزنات مهمه جدا جدا جدا، خلاص، لان هو ده اللي بيظبط لي الشغل بتاعي. على فكره بالمناسبه السقف ده كمان معمول بؤج، خلاص، فعشان كده برضو مدينا الخلوص الممتاز ده في الجبس. فهو البنود كلها بتترتب على بعضها. احنا حاليا بنتكلم عن 5 أو 6 نقط في الجبس اخد بالي منهم زي ما اتفقنا التقفيل بتاع الجبس، لان ده كمان في فنيات زي ما اتفقنا. طيب انا قفلت الجبس خلاص كده دوري خلص؟ لا طبعا، اتاكد من التقويات بتاعتي عامله ايه. طبعا احنا واقفين تحت واحنا بيكون معانا قامه او حاجه وبنخبط في الجبس ده بعد ما بيخلص، طبعا ما شاء الله ولا بيلب ولا حاجه. والحاجات دي بتبان اكتر كمان في الفلات، بتبان اكتر معايا كمان في الفلات. برضو هنبقى ننزل تحت، احنا في فيلا دورين، هننزل تحت الدور الارضي. طيب دلوقتي احنا نزلنا اهو، ده سقف تاني متشطب. هناخد بالنا برضو من نقطه تانيه مهمه قوي. طبعا هنا في الكورنر مش مركبين ميتال، مركبين كورنر بيد، خلاص. وهتلاقي فوق مرايه بيت النور هنا اهو، باينه اهي. هنا اهو في مرايه فوق اهي، اللي فوق دي اسمها بيد، دي بتركب على اللوح من فوق، بتظبط الاستقامه بتاعته، ولا بيبقى الجبس لاعب ولا الكلام ده خالص. فالكلام ده بقى يهمنا اكتر في فينش الشغل نفسه. خلاص، هنا نفس الكلام ده اللي انا كنت بقول عليه، ان احنا بنمعجن ما بين الجبسن بورد وما بين الحيطه، على اساس برضو ان اي لحمات تكون كلها مقفوله. وطبعا هو ما فيش لحمات، هو ما شاء الله اللهم بارك ما فيش لحمات مفتوحه، يعني كل لحمات مقفوله زي ما شفنا في اول الفيديو. وطبعا ده ماجنتيك تراك هنشرحه في فيديو تاني بتفاصيله علشان نعرف بيركب ازاي. ده ماجنتيك تراك الغاطس. خلاص، فالحاقا باول الفيديو اللي احنا كنا بنقوله، لازم التشطيب يكون كويس، ولازم ان انا ما استرخصش، حتى زي ما انا ما استرخصتش في التاسيس وفي التثبيت ما استرخصش برده في تشطيب الجبسن بورد، سواء كان كورنر بيد او اند بيد او معجون او نوع شاش كويس. هنشتغل كل الخامات كناوف. احنا هنا شغالين بصاج كناوف وشغالين بجبسن بورد كناوف 4/10، الصاج 4/10. خلاص، حتى تاريخ الانتاج برده ناخد بالنا ان يكون تاريخ الانتاج يكون جديد ما يكونش قديم. ده على ما اتذكر كان 30 واحد حاجه كده، فده بقى له تقريبا اقل من شهر يعني، فده شيء كويس جدا يعني. خلاص، يعني كده الفيديو خلص. يومكم جميل ان شاء الله، كل عام وانتم طيبين.